السلام عليكم. اليوم جيت نقدم لكم بريوش ساهل وزوين بالكريمه ديال الحامض. كنحتاجو كاس ونص ديال الحليب دافئ، كنضيفو عليه معلقه كبيره ديال خميره الخبز وكنحتفظوا به جانبا. كنشدو اناء كنضيفو فيه واحد البيضه تكون درجه حراره الغرفه مع 2 معالق كبار ديال السنيده، وكنخلطوهم مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. ثم كنضيف عليهم واحد 2 معالق كبار ديال الزيت النباتي، 2 معالق كبار ديال الزيت النباتي فقط، وكنخلطوهم مع بعضياتهم كذلك حتى يتجانسوا. وكنضيف واحد القشره ديال حامضه محكوكه باش كتعطيها يعني واحد النكهه ديال الحامض، لان الكريمه اصلا غادي نديروها بالحامض. وتنضيف كذلك قرصه ديال الملح، واحد رشيشه ديال الملحه، وغادي نضيف الحليب اللي دفيت مسبقا مع الخميره، غادي نضيفه بالكامل. ومن بعد غادي نبدا كنضيف، يعني من بعد ما غادي نخلطو غادي نبدا تنضيف الدقيق هنايا شيئا شيئا حتى يتجانس. هنا غادي نبقى كنضيفو يعني غير بشويه بشويه حتى نحصل على القوام ديال العجينه اللي بغيت. انا هنا درتو بالطراب ومن بعد كملت يعني بالعجانه. في الاول درتو بالطراب حتى تخلط، وكملت بالعجانه حتى عطاني واحد العجين اللي غادي تكون غادي تشوفوها يعني رطبه وتتكون تتلصق واحد شويه في الايدين. ضروري خص العجينه باش تجينا خفيفه تكون بهذاك القوام كي كتشوفوا هنايا. من بعد غادي نشد واحد الملعقه ديال زبده كبيره ممتلئه، وغادي نحاول ندخلها للعجين باش تعاود تزيد تولي طريه احسن. وهنايا من بعد ما دخلت لها ديك الزبده مزيان، كنخليها جانبا ترتاح واحد 5 دقائق او 10 دقائق، يعني غير بين ما وجد هذيك الكريمه. بالنسبه للكريمه كنضيفوا 2 بيضات، وكنضيفوا عليهم كذلك 6 ديال المعالق ديال السنيده، وممكن تضاعفوا نتوما على حساب. انا كندير 6 حيت كنضيف مع العصير ديال الحامض شويه ديال الماء باش ما يجينيش مار. هنا 6 البيضات غنخلطهم مزيان، وغادي نضيف عليهم داك العصير ديال الحامضه اللي حكيت قبل، يعني خديت العصير دابا ديالها وضفت عليه واحد شويه ديال الماء باش ما يجينيش يعني هكاك حامض بزاف ومر، اللي باش يخفف ليا ديك الحموضه ديال الحامض وما تجيناش الكريمه يعني ثقيله. وهنايا ضفت واحد الملعقه كبيره ممتلئه ديال النشا، وغادي نخلط مزيان كلشي. وغادي نضيف النكهه ديال الحامض، كانت توفرت عندك ما توفرتش يعني ممكن تستغني عليها. غادي نوضع كلشي على النار حتى يعقد، وكي كتشوفوا هذا هو القوام ديالو. كنضيف عليه واحد الملعقه في الاخير ديال الزبده، يعني تنديرو الطريقه اللي كنديرو في الكريم باتيسي، يعني في الاخر كنضيفو ديك الملعقه ديال الزبده. كنشد ثاني العجين من بعد ما ارتاحت شويه، كنديرها كويرات صغار على حسب الليمون اللي عندي. انا شديت هذا الليمون ديال لي طاخت ودهنتهم كي كتشوفوا بالزبده والدقيق، وكان يعني نحطهم دوك الكويرات وتندير واحد الحفره كي كتشوفوا، يعني العمليه بسيطه جدا. وكنعمرهم، ديك الحفره هي اللي غادي نعمرو بالكريمه باش ما تخرج ليناش في الجناب. كي كتشوفوا غادي نعمرهم يعني كاملين، وغادي ندهن الجوانب بالحليب، وغادي نزينهم يعني حسب اللي توفر عندي. انا هنا غادي ندير اللوز فيلي، يعني غادي نضيف عليهم اللوز فيلي غير في الجناب، وغادي نخليهم تيخمروا. هنا كي كتشوفوا راه طلعوا وخمروا. من بعد غادي ندخلهم الفرن على درجه 250 درجه من التحت، عاد نشعل عليهم من الفوق. وحاولوا ما طيبوهمش بزاف باش يجيوكم طريين ورطبين وهشاش. وكندهنهم هنايا بالناباج، ممكن دهنوهم بالسيرو وهكذا كيجيو. نتمنى يعجبكم وراه كيجيو زوينين وفيهم النكهه ديال الحامض لعشاق هاد النكهه. والسلام عليكم في وصفه اخرى ان شاء الله. لا تنسوا لايك، اشتراك وتفعيل الجرس.